Three, two, one. KO. Three, two, one. KO. Every time that I sleep, I wanna run away. اليوم مرحبا بكم أحبتي جميعا. اليوم سأريكم تطبيق كليكتون أو كليكتون إيوه الذي يعطيك الرقم الأمريكي. هو قديم ولكن حصل فيه تغيرات إنه لا يسمح لك بالدخول لأسباب، وهي الأسباب إنه غيروا، يعني صار زي تقول محجوب. عليك تنزل أول شي برنامج هولا لفتح الحجب، وثاني شيء عليك تشغيل المزامنة، وثالث شيء فتح الموقع تبعك. أي هذا الموقع، هذا تعمل له إيش؟ الموقع تشغيل. ثاني شيء تروح إلى هنا المزامنات، تعمل له إيش؟ تفعيل مزامنة. أوكي، بعد ما نحط مزامنة نعود نشغل الهولا. سأطرح لكم رابط الهولا ورابط البرنامج كليكتون في أسفل الفيديو في الوصف. والآن نجرب. بسم الله، نجرب نروح حتى يعطينا التأكيد. سنذهب إلى الجيميل لنجد رمز التأكيد هنا. سأوقف التسجيل حتى يصلني رمز التأكيد لكي لا أطيل الفيديو عليكم. عدنا لكم ولقد أتانا الكود الذي هو 1006 لنرى هل سيتفعل أم لا. 100 أظن كذلك. 6. نعم بالفعل إنه كذلك، لقد تم تفعيل بنجاح إن شاء الله. وها هو الرقم الأمريكي الذي أعطانا إياه البرنامج. نذهب الحين إلى الواتساب. أوكي، نذهب إلى الواتساب. لا، هذا إنه الفيديو ليس الواتساب. العفو منكم أحبتي، هذا هو الفيديو الواتساب. طيب، نعمل فتح، نحط اللي هو الرقم كم. الرقم بالفعل 2 8 9 ونعمل كذلك 755 755 نعمل 643 نعمل تأكيد للرقم. طيب، ففي حالة المكالمة سأجرب، لأني تم الرقم فعال. سأنتظر المكالمة. يلزمني أسجل إيقاف التسجيل لكي لا أرتبش في سماع الصوت، وأعود لكم في حالة أخذ الكود وأريكم التفعيل. عدنا لكم من جديد، وقد أتانا الكود الذي هو 5 7 8 4 8 1. نريكم الحل. مبروك، لقد نجحت الطريقة. وإن شاء الله نتمنى منكم، بس من كل واحد شاف الفيديو، أن يحط اشتراك وإعجاب، دعمكم للقناة لأني القناة جديدة. طيب، يقول لك إعطاء النسخة تخطي. أنا لا أريد نسخة احتياطية، فما أفعل بذلك. التالي هناك الواتساب شغال، جاري التهيئة. العموم، أذكركم مرة أخرى، تحتاج إلى تشغيل الفي بي إن اللي هو هولا على سيرفر أمريكي، وتشغل المزامنة، والإيميل الذي ستحطه يكون حقيقي.
والموقع لازم يكون شغال، والطريقة ناجحة إن شاء الله ومجربة، وسأعيد لكم الطريقة إذا أردتم مرة أخرى. ومن أو سأضع رقمي على الواتساب لمن أراد الاستفسار والمعلومات سأرسله خاص. هنا يقول لي إغلاق الواتساب لسبب لأني كنت أنا فاتح يمكن في الرقم هذا قبل أو كيف. المهم على العموم أنه جاري وسيتم التشغيل. والسلام عليكم ورحمة الله. والطريقة ناجحة وكما رأيتم في عيونكم. ولا إذا أحد ما عرف أو أي شيء التواصل واتساب. وإذا جاءت الفترة وتوقف هناك تحديث للبرنامج يكون ليس مني أو يقول أحد منكم كاذب، كما ترون في عينكم الطريقة شغالة، لكن الشبكة عندي ضعيفة استغرق بضعة من الوقت ليتم التحقيق. والسلام عليكم ورحمة الله.